الحلقة الثامنة من بسمة عمل، اللي كان شغال بصمت وبعدين ندم. احكي لك بقى عن كريم، شاب محترم ملتزم بيشتغل في قسم الحسابات في شركة كبيرة. من اول يوم دخل الشغل كان دايما اول واحد بيجي واول واحد بيخرج واخر واحد بيخرج. ما بيغلطش في شغله، ما بيعملش مشاكل، مش من النوع اللي بيشتكي او بيطلب حاجة لنفسه. كريم كان مؤمن بحاجة، الشغل هيتكلم عنه، وكان فخور بده جدا. وبعد 3 سنين الإدارة أعلنت إن في منصب رئيس فريق الحسابات مفتوح، وكريم كان شايف إنه الأقدر وقال في نفسه أكيد هيختاروني، أنا اللي شايل الشغل من تحت لتحت من غير ما حد ياخد باله، من تحت المدير القديم. لكن حصل العكس، اختاروا زميل تاني أقل منه خبرة، بس كان دايما بيظهر شغله، بيشارك في الاجتماعات، بيقول أفكار لما بيعمل شغل كويس وبيبعته الإدارة. وكان عنده أفكار دايما بيعرضها والإدارة بتاخدها على محمل الجد وبيبدأوا ينفذوا حاجات منها. كريم اتصدم، قعد أسبوع متضايق لما حد ما قرر يروح للمدير ويسأله بصراحة، هو أنا عملت حاجة غلط؟ المدير قال له كلمة صعبة جدا بس كانت الحقيقة، أنت شغلك ممتاز بس عمرك ما وريتنا ده، احنا ما شفناش منك مبادرة ولا مشاركة ولا أي طلب للمسؤولية، فافتكرنا إنك مش حابب تتقدم. ساعتها كريم فهم الغلطة مش في إنه كان بيشتغل كويس، لكن في الحقيقة إنه كان ساكت لدرجة إن الناس نسيت وجوده. الشطارة من غير صوت بتتنسى، الناس دايما مش بتشوف الكواليس، لو ما طلعتش اللي بتعمله للنور ممكن تفضل في الظل طول عمرك. نصيحة بقى ليك، لما تنجح في حاجة اكتبها وشاركها بهدوء، لما تكون عندك فكرة اقترحها، لما تكون نفسك تقدم اطلب، ما تخليش الناس تفترض انك مش جاهز بس علشان انت ساكت. سؤالي ليك بقى النهارده، هل في حاجة عملتها كويسة في شغلك ومحدش يعرف عنها حاجة؟ تسأل نفسك طب ليه؟ وامتى ناوي تبدأ تخلي شغلك يتشاف؟ اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من بسمة عمل.